معاكم أصدقائي المستمعين، ومعانا على الهواء نوران مصطفى ويارا سعد من الفريق البحثي لجامعة حلوان، واللي فازوا بالمركز الثاني على مستوى أفريقيا في مسابقة البرميل الملكي التابع للجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول. أهلا بيكم معانا مرة تانية يا بناتنا، يا مشرفينا. طبعا احنا دلوقتي معانا على الهواء الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيكم وتهانية لبناتي يارا ونوران. اهلا بحضرتك يا دكتور ماجد. ويمكن انجاز جميل ان احنا نشوف فرق من جامعات مصر بتتنافس دوليا وافريقيا على الجوائز البحثيه، وخصوصا ان ده مجال صعب جدا، مجال البحث والتنقيب عن البترول، والدراسات اللي قاموا بيها الفريق البحثي كامل. حقيقه حاجه مشرفه جدا لجامعه حلوان والمصر كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بوجه الثناء لبناتي نوران ويارا، وبقول ان النهارده لم يعد خلاص هناك فرق بين الشباب والبنات، بدليل ان احنا معانا 2 من بناتنا هم اشتركوا في هذا الفريق البحثي في مجال ليس بالسهل، مش سهل خالص، والاقسام اللي هم دخلوها كمان يا دكتور على البترول في اقسام الجيولوجيا. دي اول حاجه في تهنئه البنتين يارا ونوران، لانهم يعني خاضوا مجال يعني صعب على الرجال. بالظبط، وخصوصا ان هم خارجين جدد يا دكتور، يعني هم لسه السنه دي اللي مخلصين وتنافسوا مع جامعات اخرى فيها الجيولوجيين معاهم دراسات عليا، انهم يلحقوا ويقدروا ان هم يجيبوا المركز الثاني لجامعه حلوان افريقيا بعد نيجيريا. فده حاجه يعني نفتخر بيها جدا، ونفتخر ببنتنا يارا ونوران. والحقيقه الفريق البحثي كله ومشرف الفريق دكتور امير اسماعيل يستحقوا كلهم التكريم والتحيه. اكيد يا فندم. احنا مجلس الجامعه الاخير كان سياده العميد دكتور ماهر هلال عميد كليه العلوم كان طرح هذا الامر، وان شاء الله هندعوهم في بدايه جلسه مجلس الجامعه القادم لتكريمهم باذن الله. احنا هننتظر بقى تكريم جامعه حلوان لابنائها الطلبه والطالبات بهذا الانجاز. مجلس الجامعه القادم ان شاء الله في اواخر شهر 4. والتشجيع الدائم بقى للطلبه دول، وهم ان كانوا يعني خارجين هم دلوقتي لجامعه حلوان، لكن اكيد مكملين. احنا جامعه حلوان احنا لا فرق بين الخريج والطالب، فالخريج احنا دايما على تواصل معاه. لا ده هم كمان طلبه دراسات عليا دلوقتي يا دكتور كمان. احنا تواصل معهم حتى لو ما كانوش طلبه دراسات عليا، احنا على تواصل مع بناتنا وابنائنا المتميزين من الجامعات. دكتور ماجد، عايز اسال حضرتك يعني دخول هذه النوعيه من المسابقات للجامعات المصريه، احنا نفسنا نشوف مراكز اكتر في اكتر من مجال وفي اكتر من مسابقه. الهندسه المطريه بتشارك في مسابقات خاصه بتصميم سيارات، والمسابقات الخاصه بالفورمولا التورنت. النهارده السنه دي احنا تحديدا السنه دي كليه الهندسه المطريه ممثله في قسم هندسه السيارات والجرارات، اشتركت في 4 مسابقات عالميه. جميل جدا، ده شيء مشرف جدا يعني واحنا نحتفل بيهم بقى باذن الله برضو. باذن الله يا فندم، باذن الله. واحنا يعني على قد ما نقدر هذه الانجازات لانها حاجه مشرفه لمصر، مجال البحث وخصوصا من طالبات وطلبه من جامعات مصريه. ده شيء هم ما شاء الله بناته يعني خاضوا مجال صعب على الرجال، فهنا التهنئه مضاعفه لهم. اكيد انا انتظر تكريم جامعه حلوان ومصر كلها ليهم ان شاء الله. 4 اليوم باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان، شكرا لحضرتك. ولسه معاكم أصدقائي المستمعين، وبنحتفل بطالبات جامعة حلوان على المركز، حصولهم على المركز الثاني إفريقيا لمسابقة البرميل الملكي التابع للجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول. ومعانا في الاستوديو نوران ويارا، أهلا بيكم. ويعني احنا معانا تليفون، عايزين نعرف مين معانا. ألو. أهلا، مساء الخير، مين معانا؟ مساء النور، أنا جابر. أهلا بيك جابر. أنت زميلهم يا جابر؟ ايوه زميلهم في الفريق البحثي. الف مبروك يا جابر ايه بقى؟ الله يبارك فيك. انا بس بتصل عشان حاجه واحده بس. جابر ايه بس الاول قول لي؟ جابر مجدي. اهلا بيك يا جابر. اهلا بيك، والف مبروك يا جابر على حصولكم على هذا المركز الجميل واللي شرفتوا بيه مصر كلها يا جابر. الله يبارك فيك. وقول لي بقى يعني اجواء، انا كنت برضو حابه اسمع برضو من الشباب، وكويس قوي ان انت اتصلت، وحابه اسمع منك ايه اجواء بقى المسابقه، وهل كنت تتوقع حصولك على المركز ده ولا لا؟ والله هم بمجهود الناس اللي اشتغلت، يعني نوران وايمان ويارا. انت ظالمه ايمان جدا على فكره يعني. ليه؟ بالعكس احنا دعيناها هنا، بس هي اللي ظروفها ما سمحتش على فكره.
ماشي. يعني احنا هو- متصلين بيها وكان المفروض تيجي مع البنات. ما انا عارف، بس هي يعني ادوها حقها يعني. هي بصراحه كان احنا بنديكوا كلكم، مش انتوا بقى يعني، مش نوران ويارا وايمان بس، ولا والشباب كمان اللي انتوا عملتوا بيها جهد كبير جدا، وبنحييكوا عليه يا جابر. ان شاء الله. يا قول لي ايه الصعوبات، ايه اللي قابلتكم في المشروع اللي انتوا قدمتوه ده؟ بصي، هو قبل الصعوبات بس انا اقول ليارا بس حاجه. كل سنه وانت طيبه الاول يا يارا. وانت طيب، مش يا جابر. هي عيد ميلادك يا يارا؟ النهارده. لا، كل سنه وانت طيبه يا يارا. انت كان لازم تقولي لنا عشان نحتفل برضه. تاني حاجه بقول لنوران، يارا جنبك ايه امسكيها عشان التورته، عشان احنا مش عارفين نمسكها يبقى لنا كام يوم. لازم تجيبي التورته يا يارا علشان كلكم تاكلوا منها. التورته علشان المركز الجميل ده وعشان عيد ميلادك الاثنين. بس انت تجيبي تورته عيد ميلادك وهم يجيبوا تورته بقى المركز التاني، صح كده؟ ايه تاني يا جابر؟ قول لنا. لا خلاص كفايه كده. كفايه كده. كفايه كده يا جابر. عموما انت قول لي يعني شايف مستقبلك ازاي، وناوي تعمل ايه خلال الفتره الجايه؟ هو انا الحمد لله يعني الفتره الجايه دي انا جالي تعيين الحمد لله في جامعه حلوان. جميل. انا الفتره الجايه دي بخلص بس الورق بتاعي ان شاء الله. تعيين في كليه؟ في الكليه. الف الف مبروك يا جابر، ده شيء جميل جدا يعني. الله يبارك فيك. وربنا يوفقك كده، وان شاء الله يعني تشرف انت كمان على فرق بحثيه بقى، يعني تفوز برضو بمراكز ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وتحياتنا ليك ولكل زمايلك، وشكرا ليك على مداخلتك. شكرا يا جابر. شكرا. ولسه معاكم أصدقائي المستمعين، ولغاية الساعة 8 بنحتفل بطالبات جامعة حلوان بفوزهم بالمركز الثاني على مستوى أفريقيا في مسابقة بحثية جيولوجية بترولية، كل حاجات الصعبة اللي في الدنيا في المسابقة دي. معانا على تليفون دلوقتي دكتور أمير إسماعيل، مدرس المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ودكتور امير، انت المشرف على هذا الفريق البحثي اللي فاز بالمركز الثاني على مستوى افريقيا. الف مبروك ليك، وانجاز عظيم اللي انتوا حققتوه الحقيقه. الله يبارك في حضرتك يا فندم. هو بصراحه انجاز ينسب ليهم هم الصراحه. لا اكيد كمان يعني هم عملوا مجهود خرافي، وانت كنت معاهم مساعد ومشرف ومتابع. اكيد يعني كنت خير عون يعني. الحمد لله، هو كله كرم من ربنا طبعا ومجهودهم الحمد لله. قول لي يا دكتور، كنت متوقع انكم تفوزوا بهذا المركز؟ اكيد متابع بقى الشغل ومشرف عليه وبتشوف شغل ده وشغل ده. كانت توقعاتك ايه؟ قول لي وبصراحه. هو من البدايه هم عارفين ان هم بداوا الشغل من فتره قبل اعلان المسابقه، وبدانا ان هم يشتغلوا على البرامج اللي بيستخدموها في الشغل، وعملوا بروجكت شبه البروجكت اللي اشتغلوا عليه في المسابقه، وعملوه بشكل كويس جدا، وبداوا يطوروا من نفسهم لحد المسابقه ما بدات. ومن بعد المسابقه ما بدات هم كانوا متابعين الشغل بصوره شبه دوريه مع بعض، كل اسبوع بنتقابل وبنقعد مع بعض ونشوف وصلوا لايه. وانا حتى كنت بقول لهم من بدري ان انتوا هتحققوا مركز اول شمال افريقيا، وهتحققوا حاجه كويسه جدا ما اتحققتش قبل كده، والحمد يعني لله. انت توقعت ان ياخدوا فعلا مركز اول شمال افريقيا زي ما فازوا؟ فعلا. ورحنا حتى مع بعض المسابقه، وانا كنت متاكد ان احنا يعني وقت قبل اعلان النتيجه ان هم هيحققوا حاجه، والحمد لله فعلا هم حققوا مركز اول. عايزه اسالك يا دكتور، دي اول مره يعني الجامعه تشترك في هذه المسابقه، ولا كان في مشاركات قبل كده؟ لا، هي دي تقريبا خامس مره الجامعه تشترك فيها. هل كان في مراكز زي كده يعني في فترات سابقه؟ ده احسن مركز اتحقق الحمد لله. ده شيء هايل جدا، وبرغم الظروف الصعبه الحقيقه اللي مصر كلها بتمر بيها، لكن تلاقي دايما كده في حاجه تفرحنا، في حاجه تدينا امل، في حاجه تدينا طاقه للعمل وللشغل من تاني.
دي حقيقه الحمد لله ان هم كل الشغل اللي عملوه هم عملوه بمجهودهم، وما كانش فيه بصراحه يعني احنا عندنا هنا في مصر الوضع حاليا فعلا صعب، فما كانش فيه دعم من اماكن مختلفه زي الناس بره في افريقيا او في اوروبا، ان في شركات بتهتم بالشغل وبتتابع معاهم لان بيمثلوا البلد. فاحنا حاولنا على قد ما نقدر ان الحاجه تكون مقفوله على قد الفريق وعلى قد ناس متخصصين بنعرض عليهم الشغل برضه من وقت للتاني. والحمد لله ان هو مجهودهم بعد ده كله انهم بيتقابلوا جوه الجامعه وبره الجامعه وبيسهروا وبيتابعوا الشغل، ان هم فعلا يعني ربنا ما ضيعش تعبهم الحمد لله. الحمد لله، ويا رب كده تفضلوا على تواصل بقى علشان تشتركوا في مسابقات اخرى وتحققوا يعني انجازات اخرى. ده احنا نتمنى ما دام الفريق جميل كده وبيشتغلوا فيه مساعده ومسانده مع بعض وعندكم من يعني العلم والتفوق، فيا ريت احنا عايزين نشوف حاجات جميله تفرحنا يعني. والله يا ريت. وهو الحمد لله انا ورئيس الهيئه عمل البترول كرمهم من قريب واخد السيفيهات بتاعتهم بحيث ان اقرب فرصه يعني ربنا يكرم ويكون في فرصه عمل. احنا عارفين ان الدنيا صعبه فعلا دلوقتي في ان يبقى في عقودات جديده للناس او في شغل جديد في الحكومه خاصه، بس احنا بنقول ان انا عندي 5 تميزوا وحققوا مركز متميز على مستوى افريقيا وشرفوا البلد ورفعوا علم مصر. ليه دول ما يشتغلوش يا جماعه؟ وليه ما تتفتح لهمش شركات ومجالات خاصه بمجال عملهم ومجال دراستهم؟ دول المتفوقين بتوعنا، دول الطلبه اللي يستحقوا التقدير والتكريم والعمل ايضا في مصر. هو بالظبط زي حضرتك ما قلتي ان بيتخرج المئات، لكن احنا بنيجي ندور على المتميز فعلا بعيد عن واسطه بعيد عن اي حاجه. ان هم اعتقد ان 5 مش هيفرقوا كتير لو اتعينوا، بس كمكافاه ان هم فعلا تعبوا ورفعوا علم مصر الفتره اللي فاتت. المفروض فعلا. طب انت شايف من وجهه نظرك هل استحقوا التكريم الملائم ليهم داخل مصر وهل تم الاحتفاء بيهم ولا لسه يعني؟ هو انا هقول لحضرتك مثال. يعني هو اللي حقق مركز مشابه ليهم في اوروبا، يعني هي بتبقى تصفيات قاريه في كل قاره، اللي حقق مركز مشابه ليهم في اوروبا اخذ مكافاه بس ماديه 20,000 يورو الى جانب التكريم طبعا داخل الدوله من اماكن مختلفه. لا انا بتكلم من الناحيه الماديه والمعنويه. لا ايوه ما خدتوش مكافاه ماديه. معلش اسمح لي عايزه اسال السؤال ده لانه يعني لا مفيش. معقول مفيش لا خالص نهائي من اي مكان. من اي مكان لا يعني لا من مش حاجه عيب على فكره ان احنا نشترك في مراكز مسابقات ونحصد نتيجه التعب والجهد، يعني ده اقل حاجه المفروض تتقدم. طيب من الناحيه الماديه للاسف ما كانش فيه، ومن الناحيه المعنويه هو احنا حتى ماديا احنا مش طالبين ماديا حاجه بصراحه. هو احنا اللي طالبينه الناحيه المعنويه وناحيه ان هم يستحقوا فرصه عمل كمكافاه، بس هي دي المكافاه ان امكن ان هم يستاهلوها. من الناحيه الماديه احنا نقول لكم لازم يعني ده حقكم. امال مين يا جماعه اللي نكافئوا لو ما كانوش دول على مستوى افريقيا يحصدوا المركز الثاني لمصر وفي الاخر ما يلاقوش نتيجه هذا الجهد ولا في مجال العمل ولا في مجال الماده؟ يعني انا بعتبر ان ده اسمح لي يعني محتاجين فيه المسؤولين اللي بيسمعونا دلوقتي ومتخذ القرار ان هم ياخدوا فيه قرار. هذا الفريق شرف مصر ورفع اسم مصر لفوق وخد مركز ثاني يمكن في مجال صعب جدا، صعب ان هو يحصده. اعتقد ان من حقكم انكم تتكرموا ماديا ومعنويا وكل حاجه. هو فعلا هو اذا كان في طلب ان هم الشباب فعلا ال5 احنا الحمد لله في واحد منهم اتعين معيد في الجامعه اللي هو جابر اللي كان من شويه معانا على الهوا فعلا. بالظبط. وفي ال4 الباقيين بصراحه هم ما شاء الله عليهم، هم يعني قدروا ياخدوا اكسبيرينس في الشغل اللي عملوه. زي ما يعادل حد شغال بره 3 و4 سنين يعني، وقدروا يعملوا افكار جديده في البرزنتيشن اللي قدموها واستحقوا المكسب الحمد لله وبشهاده كل الناس. فانا اعتقد ان 4 يدخلوا مجال البترول في وزاره البترول في وسط الالاف اللي موجوده مش هيأثر يعني وتبقى اقل مكافاه ليهم. عموما صوتنا معاك، واحنا كمان قبليكم بنناشد بتكريمكم معنويا وماديا وكل شيء، ويستحقوا ان هم دول اللي نفخر بيهم وان هم دول يكونوا في الصفوف الاولى للعاملين اجهزه الدوله وكمان في الشركات الخاصه. يعني الحاجات دي بتتاخد بره وبيخطفوا الناس المتفوقين والمتميزين من كل مكان. فنتمنى اللي جوه مصر يكرم المصري اللي هو يعني موجود ومش هيكلفه اي حاجه مش زي الناس اللي بره. عموما انا بشكرك دكتور امير اسماعيل جزيل الشكر المشرف على هذا الفريق البحثي. شكرا ليك ونتمنى ليك دايما التوفيق وبنقول لك الف مبروك ليكم. الله يبارك في حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. ميرسي.
عمري ما شفت حاجات من دي. قولوا لي بقى يا نوران ويا يارا، برغم ان عايزه اقول لكم تعليقات كتيره للناس حقيقه على الفيسبوك بيقولوا لكم يعني مجملها بيقولوا لكم مبروك انتوا شرفتوا مصر، ادي بنات مصر فعلا. يعني تعليقات كتيره حقيقه جايه لي على وجودكم معايا النهارده. من كترها يعني مش هينفع ان احنا فاضل لنا 5 دقايق للاسف. عايزه اعرف منكم حاجات كتير ما قدرتش اعرفها، منها مثلا اخبار الاهل ايه في البيت. يعني عايزه اعرف دورهم في البيت ايه معاك يا نوران، وخصوصا ان انتي دخلتي مجال زي ما قلتي في الاول مش كل البنات يقدروا يدخلوا. لا في تشجيع يعني، وحتى كانوا مبسوطين جدا من ساعه ما حصلنا على المركز دوت. وفي يعني حتى احنا كنا مكرسين حياتنا كلها للمسابقه، كان دايما في تشجيع من البيت. مفيش بقى انتي اتاخرتي، انتي طول اليوم بتشتغلي، افضي شويه لينا الكلام ده. كانوا مشجعين الموضوع فعلا جدا. طب مين اللي عندك في البيت اللي كان معترض على دخولك القسم ده؟ قولي عادي. يعني في الاول بابا شويه. بابا ايه القسم اللي انتي داخلاه ده يا بنتي، هتشتغلي ازاي فيه؟ صح. بعد كده يعني بقى فخور بيا. اكيد طبعا، وانتي فخر حقيقه لاسرتك وربنا يخليكي ليهم يا رب. يارا قولي لي البيت عندك كان ايه رايه واخباره ايه معاكي في يعني في الفتره اللي فاتت دي؟ ماما كانت مشجعه الموضوع جدا وبابا برضو. ماما على طول عارفه اللي هو عارفه انا بعمل ايه، بشتغل ازاي. طب انتي كنت قاعده على طول اعمل قدامها بروفا، اعمل بعرض ازاي كويس. كمان كنتي بتعملي قدامها بقى المشاهد التمثيليه اللي ممكن هتعمليها وتقدميها بعد كده. بالظبط، هي حتى متابعه معايا من ايام مشروع التخرج اللي هو اعملي حاجه كده قدامي مش عارفه ايه كده. التوقيت طبعا البيت المصري عشان التوقيت ما تاخريش بره وكده، بس عشان اهلنا متابعه معاكي اكيد خايفين عليكي. لكن مدياكي حريه الحركه عشان تقدري تخلصي المشروع ده مع زمايلك وتقدري تحققي انجاز. طب لما سافرتي كان في اعتراض على السفر؟ هي اعترضت بس حاولنا يعني اشكال اخرى. كانت ايه اوجه اعتراضها بقى؟ قولي لي. ما تسيبنيش ما تسافريش، اللي هو هتسافري لوحدك معكوش حد. وبعدين عشان كمان كنا المفروض دكتور امير يسافر معانا، فاحنا كلنا صغيرين وكلنا انتوا بس الخارجين بس. احنا الاربعه يعني انا وعبد الرحمن. حتى جابر ما سافرش معانا يعني انتوا الاربعه سافرتوا لوحديكوا؟ انا وايمان وعبد ده تحدي تاني على فكره. بالظبط. رايحين بلد غريبه خالص في وسط ناس ما تعرفوهمش وبتاخدوا التجربه مع نفسهم. ما هي اول مره تعترض يعني، كان في الموضوع تمام في الاول اوكي، بس لما لقيت ان دكتور امين مش جاي معانا لا طب بلاش. هتروحوا لوحدكم، طب هتعرفوا ازاي، طب مين هيمشي معاكم هناك، طب رايحين ما تعرفوش حد من اللي هناك، طب يقولوا لنا مثلا في حاجات يعني بيقولوا لنا مثلا في سرقه هناك بتحصل ومش عارفه ايه الحاجات القلق دي بقى. فاللي هو هتروحي لوحدك ازاي. بس اقتنعت في الاخر الحمد لله، قدرتي تقنعيها. في دوشه عملتي حاجات كتير. عملت في الدوشه كده اللي هي ما لحقش تلحق دي مسافره خلاص. خلاص. ويارا كان في اعتراض على السفر برضو؟ نوران قصدي. لا ما كانش فيه اعتراض يعني، كان في خوف من ماما بس يعني الخوف الطبيعي، بس ما كانش فيه اعتراض على السفر. طيب قولوا لي اخر امنيه يعني اخر كلام هنختم بيه، عايزه اعرف امنياتك في الفتره الجايه، نفسك او بتحلمي بايه يارا؟ اول حاجه اخلص الماجستير بتاعي ان شاء الله. تمام، واشتغل بقى في البترول اللي هو الحاجه اللي انا قعدت 4 سنين بحلم بيها وبشتغل فيها في مجالك. انت خايفه او يعني مش عايزه تشتغلي في مجال تاني، نفسك تشتغلي في المجال اللي انت درستيه بقالك فتره؟ بالظبط، يعني انا ممكن انا هعرف اشتغل في حاجه تانية وتمام، بس الحاجه اللي انا بقالي 4 سنين شغاله فيها مش عايزه يعني مجهودي يروح خالص. انت قصدك انك حاسه ان في مصر اللي بيشتغل في مصر بيشتغل حاجه غير اللي درسها؟ ده بيحصل كتير. ده معظم الوقت. النسبة عالية، مش كلام في الهوا، لا ده بيحصل. في ناس كتير قوي ما بتشتغلش مجال. دفعتنا كلها بالكامل ما فيش حد تقريبا اشتغل في المجال لسه. يا رب كده يا رب اللي يدرس حاجة ويتعب فيها في مصر يشتغلها يا رب. نوران يعني اخلص الدراسات عليا وان شاء الله الاقي شغلي في المجال. برضو نفس الحلم اللي اي حد خريج بيحلم بيه، اشتغل في مجالي. بس عموما يعني مادام بداتوا دراسات عليا فاعتقد ان المجالات قدامكم كمان هتوسع اكتر في مجال الاكاديمي والبحثي واتمنى يا رب اسمع عنكم بقى ان انتوا اشتركتوا في مجالات اكبر وتوسعتوا وبقيتوا يعني ناس معروفين، بس وقتها بقى يعني تعملوا معانا لقاءات بقى ولا ايه؟ ان شاء الله. انا في نهايه فترتي النهارده بشكركم جزيل الشكر، بقول لكم الف مبروك
وان شاء الله باذن الله الحلقه دي هتبقى متوفره على اليوتيوب وعلى صفحه البرنامج لكل اللي ما سمعناش. شكرا ليكي يا نوران مصطفى، وشكرا ليكي يا يارا، وبشكركم كل اصدقائي المستمعين، ونتمنى يا رب ان احنا نسمع بقى الاحتفاء والتكريم بهذا الفريق البحثي الجميل اللي شرف مصر كلها بحصوله على المركز الثاني افريقيا في المجال البحثي. شكرا ليكم، وقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. وكان معايا زميلي مهندس الصوت محمد ابراهيم. هي وهي هي وهي هي وهي 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 ده هي وهي هي هي وهي هي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.